السلام عليكم. شنو كتعرف على تشي كيفارا؟ Patria o muerte. تشي كيفارا تولد في الارجنتين عام 1928 ودرس الطب، وكان كيدير بزاف ديال الرحلات للدول اللاتينيه باش يقدم المساعدات الانسانيه، وكان كيشوف المعاناه ديال الشعوب، الفقر وتهميش وظلم، وهادشي اللي خلاه ينضم للثوار الكوبيين في الخمسينات. وبسبب النضج ديالو الفكري وقوه الخطابات ديالو خلاتو يكون عنده صيت كبير بين الثوار ويقدم نجاحات ثوريه كبيره بجانب فيديل كاسترو. وبعد كوبا واصل تشي كيفارا النضال ديالو بزاف ديال الدول الاخرى، واخر واحده كانت هي بوليفيا، واللي هي كانت المحطه الاخيره ديالو، حيت من بعد بزاف ديال المطاردات في الغابات والظروف الصعبه. لكن من رغم انه كان كيدافع على السكان المحليين وعلى حقوقهم، الا انهم كانوا هما السبب في القبض عليه. وكيقولوا بزاف ديال الروايات باللي راعي غنم هو اللي كان عاون القوات المسلحه باش تشدو، ومين سولوه علاش قال لهم باللي كان كيخلع عليه الاغنام ديالي. وفعلا نهار 9 اكتوبر عام 1967 وفي قريه سميتها لاهيغورا في بوليفيا غادي يتم الاعدام ديالو بوسط واحد المدرسه محليه. تشي كيفارا ودع، ولكن خلى لينا بزاف ديال القصص على النضال والصمود من اجل الحريه. لكن القصه ديالو ما زالتش كيف الماضي، وخلاتنا نحسو بالمقوله ديال اتقي شر من احسنت اليه. تهلاو.